بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علمنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الإنسان وحقوق الحيوان من 1400 سنة. يعني حقوق الحيوان وحقوق الإنسان علمنا إياها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو نظرنا لحقوق الحيوان، كيف أن رجل يسقي كلب كاد يهلك من العطش فدخل به الجنة. يعني رجل رأى كلب أعزكم الله عطشان فنزل البير وملأ له خفه أي نعله فسقى الكلب، فدعا الله له الكلب فغفر له، أي الكلب دعا الله لهذا الإنسان الذي سقاه فغفر الله له، كما جاء في معنى الحديث صلى الله عليه وسلم. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانة تصوم وتصلي، أو أن فلانة حبست هرة ولم تطعمها ولم تسقيها فقال هي في النار، أو كما جاء في معنى الحديث أي حبست هرة قطة ولم تطعمها ولا تسقيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، لأنها لا هي تركتها تأكل من حشيش الأرض أو خشاش الأرض أو هي أطعمتها. فلذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجر في البهائم والأجر في الطيور والأجر في الأنعام كذلك لهم حقوق علينا كما لنا حقوق أو بعضنا على بعض. فنحن من علمنا العالم حقوق الإنسان. الأمة الإسلامية هي من علمت العالم حقوق الإنسان وعلمت العالم حقوق الحيوان. فلا يأتي الغرب ويقول نحن الذين ندافع عن حقوق الإنسان وندافع عن حقوق الحيوان، ولكن علمنا النبي قديما حقوق الحيوان وحقوق الإنسان. تعالوا بنا نشاهد هذا الشاب كيف ينقذ طائرا من الموت. تعالوا بنا هنشوف ازاي الطائر ده كاد يغرق أو يهلك، وهذا الشاب يحاول بشتى الطرق لإنقاذ هذا الطائر. شوف ازاي نازل على السلم ويحاول ينقذ هذا الطائر الذي كاد يهلك أو كاد يموت من الغرق، فنزل الشاب على هذا السلم لينقذ هذا الطائر من الموت. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قديما ومن ابتداء الدعوة كيف أن يكون للإنسان حقوق وأيضا للحيوان حقوق. فنحن من علمنا العالم علمنا العالم حقوق الإنسان وحقوق الحيوان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.